أهلا بيكم في الفيديو ده عايزين نتكلم عن الداشبورد أو الواجهة بتاعة الموقع علشان أفهمك كل حاجة في الموقع مكانها فين وكل الزراير في الموقع بتعمل إيه. خلي بالك دلوقتي لما أنت بتعمل حساب على موقع أبورك بيبقى فيه نوعين من الحسابات، حساب لو أنت فريلانسر عامل حر وهو ده اللي إحنا بندور عليه، وفي النوع التاني لو أنت عميل. في حالة إن أنت عملت الحساب بتاعك زي ما أنا عملته بالظبط في الفيديو اللي فات، فأنت فاتح قدامك الصفحة اللي قدامي، لأن أنت لو عامل حساب إن أنت عميل هيظهر لك حاجات تانية مختلفة بعناوين تانية مختلفة. أول حاجة دي الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع زي ما أنت شايف، بتبقى صفحة فيها كل الوظائف الموجودة على الموقع حاليا وهنتكلم عنها في فيديو تاني. لو بصينا فوق هنا في العنوان الأولاني، لو جيت عند كلمة find work كده هيظهر لك القائمة ديت. فأول واحدة اللي اسمها find work هيجيبك على نفس الصفحة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. تمام. في تاني زرار اللي هو saved jobs هتلاقي فيه الشغلانات المسجلة. لو انت في شغلانة معينة عجبتك فقررت تحفظها عندك علشان ترجع لها بعدين، هتلاقيها في القائمة اللي اسمها saved jobs. saved jobs هنا عندك مثلا الشغلانة دي عجبتك اللي هي روبي معرفش ايه، تتك على تعمل favorite عندك هنا، ترجع فوق تعمل عند find work saved jobs، فتحتها في حتة تانية المفروض تظهر دلوقتي هنا. تمام، ظهرت هنا اهي. عايز تشيلها هتتك على القلب هتتشال. حلو كده. بعدين تالت زرار اللي هي البروبوزال اند اوفر، الزرار ده بيجيب لك كل الشغلانات اللي انت قدمت عليها، ويجيب لك كمان كل الشغلانات اللي اتعرضت عليك ان انت تشتغلها، او خلاص العميل بعت لك اوفر ان انت تشتغل فيها خلاص. الحتة اللي تحت ديت اللي هي التلاتة اللي مع بعض دول، دي بتساعدك ان انت تجيب عملاء اكتر. اول حاجة دي يور سيرفيس، الخدمات اللي انت بتقدمها. لو فتحناها فوق مش هلاقي عندي ولا خدمة لأن ما عملتش أي خدمة على الموقع ده. ده النوع اللي احنا قلنا عليه إن في أنواع من الوظائف اللي أنت العميل هو اللي بينزل شغلانة يقول لك تعالى قدم عليا، تعالى قدم عليها. والنوع التاني اللي أنت بتقول أنا بعرف أعمل كذا والعميل بيختار الفريلانسر المناسب ليه. فهنا هتلاقي المشاريع أو الشغلانات اللي أنت عارضها كخدمة للناس تقدم فيها أو الناس تشتريها. نرجع تاني للفايند وورك. تمام. تاني حاجة هتلاقيها بروموت ويز ادز، اللي هي ان انت ممكن تعمل اعلانات ممولة على الموقع عشان العميل اللي بيدور على شغلانة في المجال بتاعك يظهر له الاعلان بتاعك فيتحمس ان هو يختارك. واخر حاجة حاجة اسمها الدايركت كونتراكت، دي هنتكلم عنها في فيديو ثاني لوحدها عشان دي حاجة مهمة قوي. تاني عنوان عندك هو العنوان اللي بيوصلك للشغل اللي انت شغال عليه دلوقتي او خلصته. الاكتيف كونتراكتس دي هي الشغلانات اللي انت لسه واخدها ولسه ما سلمتهاش. الكونتراكت هيستوري في كل الشغلانات اللي انت اشتغلتها قبل كده على الموقع. والاورلي ورك ديت لو انت خدت شغلانه بالساعه فبتسجل الساعات عن طريق المكان ده. العنوان اللي بعد كده هو المانج فاينانسز، بيجيب لك كل حاجه متعلقه بالفلوس بتاعتك على الموقع. اول زرار اللي هو الاوفر فيو، هنا كل الفلوس اللي داخله وكل الفلوس اللي خارجه، وبعدها شويه ريبورتس تقارير واحصائيات عن كل الفلوس اللي بتدفعها على الموقع واللي بتخش لك. لو جينا تحت هنا اللي هي الويزدرو ايرنينج، ده المكان اللي عن طريقه بنسحب الفلوس بتاعتنا من على الموقع. بعدها هنا التاكسس دي الضرائب، اللي لو الدولة بتاعتك عندها ضرائب على الموقع ده، مع العلم ان مصر انت مش بتدفع ضرائب على الموقع ذات نفسه. واخر زرار هو الرسائل. من الاخر كده اي عميل اتكلمت معاه او بعت له رسالة هتلاقيها كلها موجودة هنا، وتعرف تتواصل معاه من خلال المسجات بعد كده. لو رحنا فوق على اليمين هنا عند الصورة بتاعتك ودوست عليها هتلاقي كذا حاجة. أولا الحساب بتاعك وده اللي هنخش عليه دلوقتي نتكلم فيه شوية. بعد كده هتلاقي شوية إحصائيات عن الحساب علشان تساعدك تدبر الحساب بتاعك بشكل أحسن. وهنا هتلاقي الممبرشيب بلان، فيها الباقات بتاعتك اللي انت مشترك فيها، فيها الكونكتس. وهنا الكونكتس بتاعتك هنتكلم فيها في فيديو لوحدها، وهي اللي بتساعدك ان انت تقدم على الشغل. وهنا السين بتاع الموقع لو عايزه دارك مود او لايت مود، احنا سايبينه على اللايت مود. عايزه الدارك مود تعمله على الدارك مود براحتك، بس انا عايزه على اللايت مود زي ما هو. واخر حاجه الاعدادات بتاعه الحساب بتاعك لو عايز تغير فيها اي حاجه. دلوقتي هنطلع فوق وندوس على كلمه بروفايل او يور بروفايل. زي ما انت شايف قدامك هو ده الحساب بتاعك. الحساب اولا بيبقى فيه الصوره بتاعتك فوق هنا. تاني حاجه هنا العنوان بتاعك او التايتل اللي احنا عملناه واحنا بنعمل الحساب. وهنا دي الفقره بتاعتك اللي انت كتبتها عن نفسك. بعد كده هنا هتلاقي البورتفوليو بتاعك ترفع فيه كل الملفات والشغل اللي انت عملته قبل كده. وهنا الورك هيستوري
بيتملى لمّا أنت تعمل شغل على الموقع فيبان الشغل اللي أنت عملته قبل كده، أي شغل أنت عملته على الموقع بينك وبين العملا الموجودين في نفس الموقع هيظهر بعد كده في الwork history. هنا المهارات اللي أنت اخترتها وإحنا بنعمل الحساب، واللي هي أي عميل بينزّل شغلانة ويختار مهارة من دول، فالشغلانة دي بتظهر لك أنت. هنا your project catalog ده المكان اللي بنحط فيه الشغلانات اللي إحنا بنعرف نعملها أو بنقدم فيه الخدمات بتاعتنا لو حد عايز يشتري الخدمة بتاعتنا على طول من غير دي الطريقة التانية اللي إحنا قلنا عليها، اللي هي شبه موقع خمسات. هي لسه منضافة من قريب في الموقع، فهم هنا بيقول لك البروجكت طريقة جديدة للكسب على موقع ابورك بتساعدك اللي انت تعمل شغل اللي انت الشغل بتساعدك انت تعمل الشغل اللي انت بتحبه، بتكريت البروجكت الاوفر واللي هو بيعمل ايه اللي بيظهر قوتك السترينث بتاعتك عشان تجذب عملاء جداد او عملاء تانيين او عملاء اكتر. هنطلع في شوية، عندك هنا على الشمال شوية معلومات عنك. أول حاجة لما تحب تضيف فيديو تعريفي عن نفسك زي ما قلنا قبل كده في الكورس بتاعنا، هنضيف الفيديو عن طريق الزائد هنا، وتضيف الفيديو بتاعك ترفع الفيديو بتاعك على اليوتيوب وتحط هنا الرابط بتاع اليوتيوب. هنا بتقول عدد الساعات اللي انت متاح تشتغلها في الأسبوع. ننزل تحت شوية هنلاقي اللغات اللي انت بتقول انت بتقدر تتكلمها والمستوى بتاعك في كل لغة. وهنا هتلاقي كلمة verification، هنا علشان لما ترفع البطاقة بتاعتك أو الباسبور بتاعك يبقى عرف الناس اللي أنت رافع البطاقة وأنت شخص موثوق منه. هنا اللايسنس حاجات ملهاش لازمة. هنا برضو التعليم بتاعك لو عايز تضيف الكلية بتاعتك أو حاجة. هنا لو عايز تربط الأكونتات بتاعتك مثلا لو أنت مبرمج هتربطها مثلا بجيت هاب أو ستاك أوفر فلو. ننزل تحت هنلاقي حاجة اسمها testimonials. هنا بيقول لك دي حاجة بنستخدمها علشان تظهر السكيلز بتاعك أو عايز تضيف ريفيو لحد شغال لحد بيعمل بيديك ريفيو بس هو من بره موقع أبور. وهنا في السيرتيفيكيشن لو أنت خدت أي شهادة على الموقع أو خارج الموقع ممكن تزودها هنا. لو أنت مثلا اشتغلت في شركات قبل كده وعايز تزودها زي السي في بتاعك تحطها هنا. ولو في أي حاجة زيادة عايز تتكلم عنها مثلا كتبوا عنك مثلا في جريدة طلعت في لقاء أو في حاجة بتحطها تحت هنا. وبس كده يا سيدي، هو ده الحساب بتاعك وهي دي كل حاجة هنتكلم عنها في الفيديو ده. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم عن البروفايل بتاعك وأهمية البروفايل بتاعك. وشكرا.